5:22 الإخوان، تقريبا أقل من 50 دقيقة على أذان المغرب ولا موعد الإفطار. ركبت على البغدة الإخوان أنا والإخوان في زيارة تفقدية للمزروعات الزيتون. الأجواء تبارك الله جميلة وجميلة وجميلة جدا، خاصة مع الشمس قريبة تغرب. سي نور الدين تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. كدير رجل الباديه. تا فين غادي فين؟ وحنا كنتسناو ودي رجل الباديه. تا راه مع راسك اودي اودي سي نور الدين تبارك الله. القضية زيانت اللهم بارك. نعم ودي سي عبد الرزاق. وكنستمتعوا بالجمال ديال الله سبحانه وتعالى. ديال الطبيعة الحمد لله والأجواء. والله العظيم اخي ما رضيتش نقول لك واحد الراحه النفسيه كتحس بها ملي كتمشى في هذا الخير هذا، راه ما شاء الله اللهم بارك. وخاصة تماما الحمد لله خيرات ربي تبارك الله. اللهم لك الحمد. الزيتون تبارك الله بدا كيربك، ومازال الناس اللي مازال حاصل كاع في الشجره مازال ما كملوش الزيتون. الزيتون تبارك الله راه بدا كيربك. تماما خيرات ربي الحمد لله الحمد لله. انتم كيف كتشوفوا الاخوان هذه ما مزروعاش، يعني بقات غير شعير ديال السنه الماضيه. كنت غادي نحرثها صراحه نديرها حمص، ولكن بان لي فيها الشعير تبارك الله زين، خليها نديرها فراج بالربيع ديالها بكلشي، تحش بالفيزوز او بالحشاش ونديروها ان شاء الله فراج. وانتم كيف كتشوفوا تبارك الله الشعير فيها. وليكن في علمكم فقط كيف قلت لكم راه ما مزروعاش نهائيا يعني تبارك الله غير نبت داك الشعير ديال العام اللي فات. خيرات ربي تبارك الله. ها انتم كيف كتشوفوا تبارك الله الدنيا خضرت وزيانت. الله 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 على اجواء